بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كنتمنى تكونوا كاملين في أتم الصحة والعافية يا رب. فيديو جديد واقتراح جديد. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم جوج اقتراحات تيجيو أكثر من رائعين لذاذ غيعجبوكم، خاصة المبتدئات. مريقة باللحم وجلبانة وخيزو تتجي أكثر من رائعة، وغنرافق معها بطاطا مقلية، وعندي الفلفل الألوان. الخضرة الموسمية ديال هذا الوقت نديروا منها وجبات اللي مفيدة وصحية وكذلك في متناول الجيب ديالنا. كنتمنى الاقتراحات يعجبوكم، ولا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من الدعم والاشتراك وكتابة التعليق فضلا ونصا امرا، والبارطاج مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائدة. نبقاو مع المقادير وطريقة التحضير. نبداو على بركة الله. كما تشوفوا معايا هنايا في الكوكوط درت القياس ديال اللحم على حسب الموجود وعلى حسب افراد العائلة. قطعت عليه واحد البصله كما شفتوا، قطعتها شويه مربعات كبار. غنضيف عليه واحد المعلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، وربع معلقه صغيره ديال الابزار. تتبقى العطريه على حسب الكميه اللي غديروا ديال الخضره وكذلك اللحم اللي عندكم. هنايا واحد نص معلقه صغيره ديال سكينجبير، ونص معلقه صغيره ديال التحميره. وغنضيف كذلك الملحه تتبقى على حسب الذوق كما قلت لكم وعلى حسب الكميه اللي نتوما دايرين. هنايا عندي كاس لاروب ديال زيت الزيتون، وممكن تخلطوا بين زيت الزيتون وزيت المائده. بالنسبه للكاس راه ماشي كبير، ماشي ديال العنبه، غير الصغير. هنايا عندي واحد 3 سنينات ديال الثومه غنحكهم. لاحظتوا معايا تنديرها بالقشره ديالها، ما تتهبط ما والو، تنحكها وتتبقى القشره بالفوق، واللي بغى ينقيها تتبقى على حسب الرغبه ديالو. غنضيف هنايا القزبر ومعدنوس مقطعين. صافي غنشعل النار تكون شمعة باش ما تحرقش لينا ديك العطريه، ونبقى مره مره نحرك الكوكوط ديالي كما تتشوفوا موضح في الفيديو. واحد المريقه اللي تتجي خاطره ولذيذه، كذلك ديروها حتى للضياف ديالكم، علاش لا. هنايا عندي واحد المطيشه كما شفتوا غنحكها الحكاكه الرقيقه وغنضيفها للمرقه. ضفتها دابا والنار كما تتشوفوا راه مهيله باش ما تحرقش لينا، وضروري تغطيو الكوكوط ديالكم باش تبقى محافظه على ديك الكميه ديال السوائل اللي لداخل. درت حدايا واحد شويه ديال المطايب باش ملي تقلى اللحم غنضيفو، وممكن ديروا حتى الدجاج على حساب اللي بغيتو. صافي هنايا غنبلل القياس اللي غيطيب فيه هذاك اللحم، ونسد الكوكوط ديالي. بعد ما طاب اللحم كما تتشوفوا دوك السوائل راه شربهم اللحم كما تتشوفوا، وقرب يطيب، ما بقاش ليه بزاف حيت خيزو والجلبانه راه غير تيطيبوا. ضروري طيبوا اللحم ديالكم، بقى غير شويه عاد ضيفوا ليه الجلبانه وخيزو اللي سبق ونقيتهم. هنا غندير القياس ديال المرق اللي غيطيب فيه الخضره ديالي. الا وصلتوا معايا هذا المقطع اخواني اخواتي ما تنسونيش من واحد اللايك وتعليق يكون زوين. التعاليق كلهم تنقراهم وتنشكركم على التشجيع ديالكم اللي تيحفزني باش نستمر معاكم. هنايا ضفت خيزو. بالنسبه للخيزو على حسب التقطع اللي بغيتو نتوما، انا درتو هنايا طريفات كما تتشوفوا. غنضيف عليه الجلبانه راه وقتها هذا طريه وحلوه تجي بنينه في هذه المرقه هذه. غنضيف عليه واحد 2 طريفات ديال الحامض، اللي تيبغي الفلفله حاره ممكن يضيف واحد المزيود. صافي غنسد عليها. بعد ما طابت المريقه كما تتشوفوا تتجي شهوه منها، غنضيف عليها الزيتون الاحمر، تيبقى على حسب الرغبه ديالكم نتوما. صافي دابا غندوز باش نديرها في الطبسيل. كما تتشوفوا راه غنحاول باش نستفها حتى العين راه تتاكل. الا درتو اي حاجه وستفتوها راه المنظر تيخلي بنادم يتشهى وتياكل حاجه. ممكن ديروا بطاطا ترميوها في المرقه طيب، انايا قليتها وتبقى على حسب الرغبه ديالكم نتوما. كما تتشوفوا المرق راه ماشي كتير، تيجي هو هذاك مريقه اللي بنينه. كنتمنى تجربوها وتعجبكم.
وتحضروها لوليداتكم عائلاتكم. وما تنسونيش من التشجيع ديالكم، جزاكم الله كل خير. صافي هنايا غندير البطاطا مقليه كما تتشوفوا، وندوزو للاقتراح الثاني. كما تشوفوا معايا هنايا عندي كميه ديال المطيشه اللي غنحيد ليها الزريعه وغنحكها في الحكاكه الرقيقه. خديت هنايا في واحد المقيله، ممكن ديروا طاجين ولا على حسب اللي بغيتو نتوما. غندير واحد البصله اللي غنشلضها كما تشوفوا، تنشلضها رقيق. ممكن دوزوها في الهاشوار. الفلفله راه حيت ليها هذاك الراس ديالها وديك الزريعه اللي تتكون لداخل. انا درت مطيشه والفلفله هما اللي عمرتهم، والروز درت ليه نص طيبه كما تشوفوا، الروز غير العادي. هنايا عندي كاس مخلط بين زيت الزيتون وزيت المائده، درت كميه في المقله وكميه الاخرى درتها في الروز. بالنسبه للعطريه عندي هنايا القزبر والتحميره والابزار، شويه ديال السودانيه تتبقى على حسب الذوق ديالكم، والقزبر يابس والسكينجبير والملحه والخرقوم البلدي، واحد المعلقه ديال المطيشه ديال الحك غنقسمها بيناتهم، والثومه. بالنسبه لهاد البصله راه زدت عليها واحد 2 سنينه ديال الثومه، ودرت هنايا واحد الطريفات ديال الدجاج كما تتشوفوا، وقليتهم مزيان على نار مهيله. وغنضيف عليهم هذاك لاصوص بعد ما يتقلاو، ونخليه حتى يختار شويه، ونعمر الفلافل ونضيفهم على هذا الشكل هذا كما تتشوفوا. بالنسبه للروز راه ما عمرتهمش حتى الفم الفلافل باش ما يطرطقوش لينا، ما تقبتهم ما حتى شي حاجه، غير خويتهم وعمرتهم ودرت فيهم الماء الكافي اللي غيطيبوا فيه هاد الفلافل على نار مهيله، وتغطيو عليهم وتخليهم يطيبوا. مره تاخذوا من هذاك لاصوص وتخويو على الفلافل من الفوق باش يجيو لينا من السمين. زدت عليهم واحد المزيود ديال الحار. الفلافل ديالي بعد ما طابوا كما تتشوفوا تيجيو شهوه منهم، ما طرطقت لا مطيشه الفلافل كما تتشوفوا موضح في الفيديو. واحد الاكله اللي بنينه وديال هذا الوقت غتعجبكم وتعجب عائلاتكم، كنتمنى تحضروها. بعد ما طابت غندوز غنحطها في الطبق كما تتشوفوا. كما عارفين المطبخ المغربي تيكون متنوع، وكذلك على حسب الجيب ديالنا تنديروا داكشي اللي على حسب المستطاع. هنايا الا ما بغيتوش ديروا هاد الطريفات ديال الدجاج على برا، ديروا ممكن تطحنوهم وديروهم لداخل، ولا تقطعوهم طريفات صغار، ولا ديروا الكفته ديال اللحم. بعض المرات تنديرهم بلا حتى شي حاجه تيجيو بنان. كنتمنى الاقتراحات ديال اليوم يعجبوكم وتحضروهم لعائلاتكم ووليداتكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من الدعم ديالكم والاشتراك وكتابة التعليق فضلا ونص امرا، والبارطاج مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله. في وصفه واحده اخرى ان شاء الله.